السلام عليكم مشاهدينا الكرام. في هذا الخبر العاجل المرجو الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة دعما لنا وليصلكم دائما كل جديد. فقد أثار مقطع فيديو صادم تم تداوله بشكل واسع في المغرب يوم الأحد 26 جدلا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد أن وثق لحظة انقلاب جرفة وتدحرجها بشكل مروع أثناء محاولتها هدم صومعة أحد المساجد. وتشير المعطيات المتداولة إلى وقوع الحادث بضواحي مدينة الجديدة، إلا أنه لم يصدر تأكيد رسمي حتى الآن يحدد الموقع بدقة. وأظهر الفيديو الجرافة وهي تتدحرج من أعلى منحدر وعر، وبجانبها صومعة المسجد التي كانت مستهدفة بعملية الهدم. وهناك أنباء غير مؤكدة تشير إلى وفاة السائق في مكان الحادث نتيجة قوة الارتطام والاصطدام أثناء انقلاب الآلية. وتأتي هذه الواقعة في ظل موجة من الغضب الشعبي بسبب عمليات هدم طالت عدة مساجد ومعالم دينية في مدن مغربية مختلفة مثل الدار البيضاء ومراكش، حيث استشهد الكثير من المعلقين بآيات قرآنية معبرين أن الحادث إنما هو نازلة غيبية أو عقابا لمن يحاول المساس ببيوت الله. وفي المقابل يرجح آخرون أن عمليات الهدم قد تكون ضمن مشاريع إعادة تهيئة الأراضي أو لإزالة مبان متداعية وآيلة للسقوط لتجنب الكوارث. وقد أشار بعض المتابعين إلى أن الحادث قد يكون لخطأ مهني في تقدير توازن الجرافة أو الموقع غير الآمن الذي اتخذه السائق أثناء العمل. وتزامن هذا الحادث مع تقارير إعلامية تتحدث عن تسارع وتيرة هدم المعالم الدينية لتنفيذ مشاريع عمرانية جديدة، مما أثار تساؤلات حول حماية الطابع التاريخي والروحي لهذه الأماكن.